بقى أنا دكتور أسنان، مرة انتزع كرسي الأسنان في العيادة، بقى في أخ مصلح متقن بيصلح لي الكرسي، دقيت له، رجل مسن عمره 70 سنة ما شاء الله لهلأ يعمل. قلت له يا عم أبو هشام الكرسي منزوع. قال طيب. جاء بوقت معين، الرجل صالح له أوراد كثيرات بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيعرف من علوم الشريعة إلا ما يحتاجه، يعني مو مثل الأساتذة دارس ومعه شهادات، لا، يعلم كيف يتوضأ، يصلي، يصوم، يبيع، يشتري، حلال حرام، هذا الذي يعلمه. هو عم بيصلح لي الكرسي، بس خلص قال لي يا دكتور أنا رأيت سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم في المنام يقول لي يا سليم، اسمه سليم هو، أنت ستكون معي في الجنة، جهز حالك. قال لي أنا لما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لي هالكلمة انفجرت في البكاء، وقلت له يا سيدي يا رسول الله جهز حالي، شو ساوي؟ تخيل أنت بدك تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، شو بدي ساوي؟ ما العمل الذي يؤهلني أن أجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. لا تحط بقلبك أبدا لا غل ولا حقد ولا أذية ولا ضغينة ولا هاد بدي أخذ منه ولا هاد بدي انتقم ولا هاد بدي، لا تجعل في قلبك غلا. قال لي أصبحت والدموع على وجنتي والدموع على الوسادة. قال لي من هذاك اليوم أنا أجتهد ألا أضع في قلبي غشا أو غلا لأحد. هو مثلنا بيبيع وبيشتري وبياخذ وبيعطي، وانتو صاير معكم فصول خير الله. ياما واحد لكم معه مصاري ما عم بيرجع، واحد طالبين منه شغلة ما اجا ساواها، واحد وعدك الساعة 7 اجا الساعة 9، مو هيك بيصير معكم؟ والحقيقة مرات نحن بيطلع خلقنا يعني بدنا نلحق له إلا قليل. قال لي أنا من هذاك اليوم بجتهد ما أجعل في قلبي شيئا. قلت له خير. صلح الكرسي وأخذ الأجرة ومضى. بعد شيء 3 أشهر يا أخوان أنا كنت أؤلف كتابا هيك اسمه 700 حديث من جامع الترمذي. طلع معي الحديث، حاب أقرأ لكم إياه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. هيك الحديث. رفعت هالسماعة، دقيت تليفون، السلام عليكم عمي أبو هشام. وعليكم السلام. قلت له في حديث بدي أقرأ لك إياه. قال تفضل. قريت له الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن استطعت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل. يا بني إن ذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. صار يبكي. قال لي والله يا دكتور أنا هذا الحديث ما سمعته إلا في الرؤيا التي أخبرتك عليها. يا أخوان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقوم مقام الشيخ المربي في حال غيابه. اللي ما له شيخ مربي غايب شيخه، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تربيه. واللي عنده شيخ يجمع إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صحبة الشيخ. 42 فائدة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عسى الله عز وجل أن يجعلنا في هذه الليلة ممن يفرحون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويفرح بهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.